السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي أصدقاء المزرعة السعيدة، أهلا وسهلا بكم. حبيت نتكلم عن احتقان الضرع بالحليب. لما تكون عندك نعجة أو معزة ابنها ينفق، أو تكون أنت عازل صغارها وتقوم بالحلب، تتأخر عليها في وقت الحلب، يحتقن الضرع. كيف يحتقن الضرع؟ كما شرحنا سابقا. هذا هو الضرع، هذا الضرع. العضلة هذه اللي في الأعلى اللي وراني ماسك هنا، هذه النسيج العنقودي الذي يصنع الحليب. كاين شرايين هنا في البطن، هاي في أسفل البطن تتلمسها بيدك، واضحة. شرايين متسعة يعني كبيرة جدا. هذه الشرايين تجيب الحليب إلى النسيج العنقودي. هذا العضلة هي تصنع الحليب وتخزنه داخل الخزان، هذا الخزان. وهذه الحلمة، هذه مكونات الضرع. شوفوا الضرع هذا حجمه فيه ربما حتى لترين من الحليب، وشوفوا حجم الضرع الآخر رديف. هذه أنا تأخرت عليها في الحلب. احتقن هذا الضرع، كان بنفس الحجم لكن احتقن، أصبح مشدود على الآخر. بعدها الحليب فيه أصبح دم، فيه نوع من الدم. العلاج هو الاستمرار بالحلب، تستمر بتفريغ الضرع من أجل طرد الشوائب والكتل الدموية والكتل تاع الحليب اللي تكون لداخل. بعد مدة من الزمن، 4 أيام 3 أيام 5 أيام، راح يصفى الضرع ويرجع فيه حليب صافي، لكن راح تخسر النسيج العنقودي. هذه العضلة اللي في الأعلى أصبحت صغيرة، ربما عشر العضلة الأخرى المرادفة لها. أهم شيء أني ربحت الضرع. الآن الضرع يدر حليب صافي. أهم شيء أني ربحت الضرع، معناته الولادة القادمة إن شاء الله راح نسترجع الضرع نتاع المعزة نتاعي بشكل جيد. نفس الشيء، أنا كان عندي ظرف معين وغبت عن المزرعة، نفس الشيء حدث لي للسوداء هذه. نفس الشيء، احتقن فيها الحليب، أصبحت جهة بحجمها الطبيعي وجهة اللي هي في الخلف، في الجهة اليسرى. بعد ما عالجتها استمرت بالحلب، ولكن الضرع أصبح صغير، النسيج العنقودي تقريبا مختفي. النسيج العنقودي هو عضو غير دائم، هو عضو غير دائم في الضرع نتاع الماعز. بعد ما نقوم بعملية التجفيف، نعطيكم مثال، الضرع يضمر ويختفي ويتلاشى تقريبا. هذه ما فيهاش ضرع، على الرغم أنه عندها ولادة سابقة لكن ما فيهاش ضرع. لما يروح النسيج العنقودي ويضمر ويختفي، في الولادة المقبلة راح يرجع بحجم جيد إن شاء الله. المهم أننا ربحنا الضرع. هذا هو احتقان الحليب. إذا عندك نعجة أو معزة نفق صغيرها مباشرة بعد الولادة ولم تقم بفتح الضرع، لم تقم لا أنت ولا الصغير بفتح الضرع، ولا تحتاج حليبها، اتركها ولا تفتح الضرع، لن يحدث شيء، لأنه بعد الولادة راح يعاود يضمر الضرع ويصعد للأعلى. لكن بمجرد أنك تفتح الضرع أنت أو الصغير تاعها، أنت حفزت ومديت الإشارة على بداية إنتاج الحليب، معناته لازم تحلب. والتجفيف يكون مثل ما تحدثنا سابقا بالتدريج، تجفيف الضرع بالتدريج. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.